والفوز دليلي، برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. فن واضح في الملاعب، سحر كروي في كل لاعب. فن واضح في الملاعب، سحر كروي في كل لاعب. بالجوال بمحي المتاعب، بالجوال بمحي المتاعب، وجماهيري بتناديلي. برازيلي والفوز دليلي، برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وبرنامج الإسماعيلي في 100 عام. حلقة جميلة جدا النهاردة، معانا نجم كبير، نجم النادي الإسماعيلي، وكان يلقب بريفالدو الكرة المصرية، أحد نجوم النادي الإسماعيلي اللي فاز ببطولات جميلة جدا، بطولة كأس مصر عام 2000 وبطولة الدوري 2002. نجم كبير جدا. إن شاء الله النهاردة هيكون ضيف عزيز وغالي علينا على برنامج الإسماعيلي في 100 عام، كابتن حمام إبراهيم. أهلا بك. اهلا بحضرتك وشرفتونا، وكل سنه وانتم طيبين والاسماعيلي بخير ان شاء الله، ونحتفل بالمئويه بشكل يليق بالنادي الاسماعيلي ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. ومعانا ضيف جميل جدا وصديق شخصي للكابتن حمام ابراهيم، وكابتن فؤاد. اهلا بك. اهلا بيك كابتن ايمن، شرفتونا، وانا سعيد ان انا مع واحد زي كابتن حمام ابراهيم، نجم من نجوم الزمالك الجميل. ربنا يخليك. ورياضي طبعا، الناس تعرف ان كابتن فؤاد رياضي، وكان بطلنا في الرياضه ومراكز الشباب وبطولات كتيره برضو في مراكز الشباب. هنتكلم مع حضرتك في الجزئيه دي، لكن النهارده هنبدا بنجمنا، نجم النادي الاسماعيلي، وبطوله 2000 وبطوله 2002. بطولات كتيره وحاجات جميله مع النادي الاسماعيلي، واحنا جينا النهارده معاه عشان تبقى حلقه للاجيال اللي جايه يعرفوا النادي الاسماعيلي. في نجوم وقلعه عظيمه، قلعه النادي الاسماعيلي، واحنا بنحتفل بالمئويه. في البدايه نحب نتعرف يا كابتن على بدايتك، واحنا عارفين ان انت جاي من صعيد مصر الى الاسماعيليه بلدك الثانيه، وكاسماعيلاوي وابن صعيد مصر وابن الاسماعيليه، واسماعيليه كلها بتحبك يا كابتن. اخلاق جميله رياضيه، تحب تقول ايه؟ وبدايتك من اول ما بدات في الصعيد ونادي الالومنيوم حتى جيت الاسماعيلي. يعني طبعا البدايه طبعا كاي لاعب كوره بيبدا في المدارس الابتدائيه والاعداديه والشارع، ودي كانت طبعا من الحاجات المهمه جدا. وبتاع ده زمان يمكن كل اللعيبه طالعه من الحواري ومن الشارع في الكوره. فانا كنت في نادي الالومنيوم تحت 16 سنه. يمكن اتخذت من المدرسه الاعداديه، وكان في مدرب في نادي الالومنيوم، وكان لي صديق شخصي مهندس من عندنا من البلد. انا من بلد اسمها المراشده، مركز الوقف محافظه هنا. فطبعا المهندس ده كان صديق شخصي لينا يعني. فكان بيشوفنا واحنا بنلعب في المدارس يا كابتن. كان بيشوفنا واحنا بنلعب في الشارع. طبعا المهندس احمد مصطفى، يعني ربنا يمسيه بالخير طبعا. يعني زي اسماعيليه هنا تلاقي في الشوارع بتلعبوا كوره وبتحبوا الكوره. بالظبط كده. ومركز شباب المراش ده كنا بنلعب دورات رمضانيه، وبنروح نلاعب مراكز الشباب في البلاد الثانيه. فرحت النادي الالومنيوم، وكان معايا اخويا برضو سعيد ابراهيم في نفس السنه، ورحنا نادي الالومنيوم موسم 86. 86 كان تحت 16 سنه، مع الكابتن حافظ محمود. كان طبعا اول مدرب يمكن قابلته في نادي الالومنيوم، ولعبنا وتدرجت في يعني بدات وانت عندك 16 سنه، اختاروك فجاه يعني مره كده، اول ما شافوك قالوا لك لا هو ده الموهبه اللي هتبقى معانا. هو المهندس احمد هو اللي كان يعرفنا واحنا بنلعب في الشارع وفي المدرسه. ده يعتبر زي الكشافه اللي كنا بنقول عليها زمان يا كابتن. يعني هو يمكن المهندس احمد مالوش علاقه بالكوره، يعني ما شاء الله، هو بس كان من شافه البلد يعني. فكان هو بيشتغل في مصنع الالومنيوم بنادي حمادي.
وكان في نفس المصنع معاه زميله الكابتن حافظ محمود اللي هو مدرب تحت 16 سنه في نادي الالومنيوم. فبيكلموا فبيقولوا نادي إحنا الالمونيوم ده نادي عريق طبعا في نادي الصعيد. الالومنيوم طبعا من الانديه العريقه، واللي انا يعني تشرفت ان انا يعني احد ابناء الالومنيوم الفتره دي. لعبت فيه لمده 12 موسم، يعني 12 سنه. تمام. فالكابتن حافظ قال له هاته يعني نشوفه في الاختبارات وكده، فرحت الحمد لله يعني تم القبول وانضميت لنادي الالومنيوم تحت 16 سنه. لعبت لغايه 19 سنه طبعا مع مدربين كبار في نادي الالومنيوم، كابتن عرفات وكابتن جمال عبد الناصر. يعني بدات تتدرج في الاعمار السنيه. وكان يعني كان الكابتن محمد الحداد طبعا الله يرحمه كان مدرب للفريق الاول، والكابتن محمد الصنباطي، فدول برضو من الناس اللي هم ساعدونا كتير في نادي الالومنيوم. انضميت للفريق الاول وانا عندي 19 سنه في نادي الالومنيوم. وبدات نتدرج بقى في يعني بعد وده عمر صغير في الكوره ان انت 19 سنه تبقى فريق اول، ده حاجه يعني هي كانت غريبه برضو في الفتره اللي احنا فيها دي، ما كانش فيه كتير الكلام ده. فانضميت للفريق الاول ولعبت معاهم حوالي 7 مواسم. يمكن كان لي الحظ ان انا كنت من اول جيل في نادي الالومنيوم يصعد بالفريق للدوري الممتاز في تاريخه للدوري الممتاز موسم 95 96 مع كابتن مشير عثمان. تمام. وبعد كده لعبنا دوري ممتاز موسمين. كان كابتن انور سلامه المدير الفني كان الاول. طبعا كابتن انور سلامه من المدربين الكبار جدا. ودي كمان ساعدتنا كتير ان نادي الالومنيوم كمان من الانديه اللي كانت عندها امكانيات كبيره جدا. وكان طبعا القائمين على مجلس الاداره المهندس سليمان رضا الله يرحمه والحاج جمال عبد العال طبعا الله يرحمه. كانوا بيستخدموا مدربين كبار جدا. دي يعني ساعدتنا احنا بنقول تجارب كبيره طبعا، ونجالنا مدربين يعني كبار في الالومنيوم، كابتن احمد ماهر وكابتن رمضان السيد. المهم يعني لعبت موسمين في الدوري الممتاز. وده دوري بقى الشهره والامجاد. فانت شفت بقى يمكن بعد الموسم الاول يمكن افضل مبارياتي كانت قدام الاسماعيلي برضه. الاسماعيلي والاهلي والزمالك، يعني يمكن اكتر الانديه اللي يعني لعبنا يعني قدامها بشكل مميز. وانا على المستوى الشخصي كانت المباريات الكبيره دي. فالنادي الاسماعيلي اهتم بضمي في الموسم بعد الموسم الاول، انما كان فيه رفض من نادي الالومنيوم انهم طلبوا مبلغ كبير جدا طبعا، لان هم يعني هم مش محتاجين كان فلوس، انما هم كانوا متمسكين ان انت من اعمده الفريق. يعني. بالظبط. وخلاص يعني الموسم الاول انتهى، وبعد كده نزلنا درجه ثانيه. فانا طلبت الحقيقه يعني كان في كلام ثاني برضه معايا كان المهندس مدحت ورداني طبعا هو يعني المهندس مدحت ورداني طبعا الله يعني يمسيه بالخير طبعا، هو الشخص اللي كان متمسك بيا شخصيا طبعا جدا. يعني الناس حتى الجمهور الاسماعيلي بيحبه كمهندس لصفقات النجوم طبعا. يعني المهندس مدحت طبعا هو اللي اصر ان انا ابقى موجود في النادي الاسماعيلي، وهو اللي كان بيتكلم على طول. وهو اللي كان يعني كان ليا الشرف ان هو كان في الفتره دي كان رئيس النادي الاستاذ احمد عثمان. لا كان رئيس النادي اعتقد المهندس اسماعيل عثمان او اسماعيل عثمان. المهندس اسماعيل عثمان. وطبعا المهندس كان احمد. انا يعني المهم بعد يعني طلبت من المسؤولين في نادي الالومنيوم يسهلوا الموضوع ده، لان انا يعني خدمت. يعني حضرتك نيجي على النقطه دي يا كابتن، حضرتك كنت حابب تجربه النادي الاسماعيلي طبعا، وكان الاسماعيلي بيمثلك. انا بعد الموسم الاول اللي تم رفض الطلب فيه، فانا لما اتكلموا تاني معايا انا ذهبت يعني رحت لرئيس الشركه في الشركه. وطلبت منه ان يعني انا خدمت النادي وجايين النادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي عريق، فدي فرصه بالنسبه لي يعني مش هتتكرر تاني. فكنت حابب، فانا طلبت. قال لي يعني انت عايز رغبه اللاعب ليها اولويه. فقلت له انا يعني اتمنى انكم توافقوا على المكان ده، لو ما وافقتوش انا مش هلعب كوره. يعني دي قلتها له بالحرف. وده تصريح يعني قوي، ده حبك يعني وعاوز التجربه ده بقى بتاريخك كده. دي قلتها له بالحرف يعني. قال لي لا خلاص انت من ابناء النادي المحترمين وخدمت النادي، واحنا هنوافق خلاص على العرض. كلمهم خليهم ويشكر برضو لحضرته ان هو برضو يعني ساب لحضرتك ان انت تاخد المجال. يعني دي طبعا دي حاجه كان يعني مشكورين طبعا. كانوا في الوقت ده كان ناس محترمه جدا في نادي الالومنيوم.
المهم خلاص الموضوع خلص. طبعا الكابتن فيه عندنا في الصعيد كان الكابتن عثمان نابو، ده يعتبر هو من الناس برضو اللي ساعدتني كتير برضو ان انا انتقل للنادي الاسماعيلي. كلامه كان معاهم في بيسهل الموضوع ده. المهم جيت القاهره وقابلت المهندس احمد عثمان في الشركه في القاهره، وتم التوقيع يعني، والحمد لله كانت كان عام حضرتك 98 وجيت الاسماعيليه هنا، وقابلت كان مستر انجل، كان هو اللي هيمسك المدرب الالماني للنادي الاسماعيلي، وكان معاه الكابتن صبري المنياوي والكابتن خالد القماش. والحمد لله يعني تمت الامور. الفتره دي كان الاسماعيلي برضو يعني حاجه جميله، كان لسه واخد بطوله كاس مصر 97 وكان حضرتك جاي بقى ايه الاسماعيلي كده في عزه. طبعا يعني احنا الاسماعيلي طول عمره اجيال، ويعني كل الاجيال بتاعته الحقيقه على مستوى عالي جدا، ولاعيبه على مستوى عالي جدا. يمكن يعني حبيبتنا في الكوره، يمكن الجيل اللي كان قبلنا الكابتن احمد العجوز، وكابتن الله يرحمه كابتن بشير عبد الصمد، وكابتن حمزه الجمل، كابتن فوزي جمال، كابتن احمد قناوي، رجال عظيم، كابتن عاطف عبد العزيز، كابتن سعفان، كابتن سيد السويركي، طبعا كان موجود كابتن محمد صلاح ابو جريشه. فكل الناس دي طبعا من الناس اللي ساعدتنا كتير جدا ان احنا يبقى في حب للنادي الاسماعيلي بادائهم بفنياتهم يعني حضرتك كنت متاثر بالاجيال السابقه للتاريخ. احنا بنقول دلوقتي احنا بنحتفل بالمئويه و100 عام في الاسماعيلي، فكان في اجيال كابتن علي ابو جريشه، كابتن رضا، كابتن الجيل اللي خدوا افريقيا كاس دوري يعني. يمكن انا طبعا ما كانش ليا حظ ان انا يعني اشوف الاجيال اللي قبل كده اللي هي سمعت عنه طبعا اكيد، وسمعت وشفت بعد كده على الميديا بعد كده. طبعا الجيل اللي كان قبل كده كمان يعني كابتن عماد سليمان وكابتن محمود حسن وكل الاجيال، كابتن محمد الرومي وكابتن علي يونس، عشان ما انساش حد. طبعا كل الاجيال بتاعت النادي الاسماعيلي كانت اجيال عظيمه. وطبعا الله يرحمه كابتن ادهم السرحدار وكابتن احمد رزق، طبعا كابتن ايمن رمضان الله يرحمه ورحمه الله عليه، وكابتن بشير عبد الصمد، يعني عظماء. فانضميت للنادي الاسماعيلي والحمد لله يعني. يمكن كانت المجموعه اللي كانت موجوده كمان كانت على مستوى عالي جدا. يمكن كان موجود معانا قول لي بقى الجيل اللي انت لعبت فيه من مجرد وصولك الاسماعيليه سنه 1998 اللي بداتوا تاخدوا بطولات كاس مصر ونهائيات وكل ده. يمكن انا اتشرفت ان انا لحقت يعني مجموعه من الاسماء الكبيره دي. كابتن سعفان وكابتن سيد السويركي كانوا موجودين في نفس يعني في اول موسم ليا، والكابتن سعفان ده كمان يعني حاجه محترمه جدا، وحاجه يعني انا بفتخر ان انا صديق شخصي كمان الكابتن سعفان، واسماعيلاوي جامد ويعني متعصب للاسماعيلي جدا. وحاجه يعني يمكن من اكتر الناس اللي احتضنتني في النادي الاسماعيلي في اول موسم ليا. ابن بلد بمعنى الكلمه، يعني ابن بلد بمعنى الكلمه، وسهل لي حاجات كتير. حسيت ان انت في بلدك، حسسني ان انا يعني ليا اخ اكبر موجود في النادي الاسماعيلي في الفتره دي. طبعا كان موجود كابتن حمزه الجمل كان موجود كابتن بشير عبد الصمد رحمه الله عليه. كان موجود كابتن محمد فكري الصغير. لا كابتن ادهم كان لا ما لحقتوش للاسف. فوزي جمال وكابتن فوزي يعني كان موجود معانا، كان موجود معانا في فتره الاعداد الكابتن فوزي، بس ما كملش. كابتن احمد فكري الصغير، كابتن احمد فكري طبعا موجود، وكابتن محمد فكري كانوا من الموجودين. طبعا الجيل بتاعنا جيت انا وعماد النحاس في نفس اليوم. كابتن عماد النحاس كابتن عماد النحاس انا جيت في نفس اليوم انا وهو، ومضينا في نفس اليوم يمكن. طبعا كان موجود محمد بركات الموسم اللي قبل كده، يعني الموسم اللي كان جاي من السكه الحديد. كان جاي من السكه الحديد. طبعا كان بعد كده ايمن الجمل ايمن الجمل كان موجود. كان محمد صلاح ابو جريشه كان موجود. كابتن حمص طبعا كان موجود. كان الناس اللي جت بعد كده بقى يعني كان اسلام الشاطر، كان عمرو فهيم، وكان طبعا كان رضا سيكا برضو كان موجود. خالد بيبو تمام. وتاكا طبعا بعد كده خميس جعفر وبسيوني وعمرو فهيم وعطيه صابر وطبعا سيد معوض. يمكن ده ليه قصه ثانيه انا اللي هنيجي لحضرتك. هناخد بس كلمه من كابتن فؤاد في صديقك، ويعني طبعا الشخصيات المحترمه اللي احنا سعداء لما كلمناه ويعني بنتكلم على لقاء حضرتك. فالراجل كان سعيد جدا كمحب للنادي الاسماعيلي ومحب الاسماعيليه.
وهو حضرته كان يعمل بالقوات المسلحه، وكان دايما الاسماعيليه دي عنده يعني بلده الاساسيه. اكيد طبعا. انا طبعا يشرفني ان انا اكون اعرف واحد زي الكابتن حمام ابراهيم. مع سكينات الدراويش هتقدر تغير شكل موبايلك براحتك. هتحمي الموبايل بتاعك من الخدوش والأتربة، هتخلي شكله مختلف. عندنا في محلات المالح أكثر من 200 شكل، علشان ما تحترش لو موبايلك ملهوش جراب السكين هتحافظ عليه. اشتري من المكان المضمون الأفضل في خدمة ما بعد البيع. ولو انت محل تقدر تسأل على أسعار الجملة في محلات أحمد المالح. عندنا تقدر تدفع كاش أو فيزا، وهتلاقي أي اكسسوارات لموبايلك عندنا. عنواننا الإسماعيلية، شارع داود حمدان وسعد زغلول المحطة الجديدة. الإسماعيلية سارابيو الشارع الرئيسي. إسماعيلية عين الحسين المحطة. شرف لينا والله، هو قامة وقيمة في المكان. حبيبي يا كابتن. فاحنا في الختام احنا سعداء جدا من خلال برنامجنا برنامج الاسماعيلي في 100 عام، الذي يتناول كل ما يخص النادي الاسماعيلي من تاريخ النادي الاسماعيلي. كان سعداء بوجود الكابتن فؤاد معانا النهارده كضيف واخ الكابتن حمام، وان شاء الله نلتقي بمفاجآت كتيره وبرنامجنا وتاريخ الاسماعيلي في 100 عام. شاهدونا وتابعوا معنا على قناه الاعلام ايمن عبد العظيم وموقع اخبار قناه وسينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برازيلي والفوز دليلي، برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. فن واضح في الملاعب، سحر كروي في كل لاعب. فن واضح في الملاعب، سحر كروي في كل لاعب. بالجوال بمحي المتاعب، بالجوال بمحي المتاعب، وجماهيري بتنادي. برازيلي والفوز دليلي، برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. والفوز دليلي، برازيلي والفوز دليلي، بس مصري